ازيكم يا أصحابي؟ يلا بينا نشوف قصة الأسد ليو. في يوم من الأيام في مكان واسع مليان أشجار كان في شبل صغير اسمه ليو. ليو ده أسد اتولد صغير جدا، وزنه حوالي كان كيلو ونص بس، زي كل الأسود اللي بيتولدوا صغيرين. وكان دايما قريب من مامته عشان يتعلم منها كل حاجة صح، لأنه كان عنده ثقة في مامته إن هي بتحبه أكتر من نفسها. في الأول ليو ما كانش بيعرف يجري كويس، وكان بيقع كتير جدا وهو بيلعب مع إخواته، بس عمره ما زعل، كان بيحاول تاني وتالت ورابع. مع الوقت بدأ يتعلم يتحرك أسرع ويركز ويسمع كلام مامته في كل حاجة تقوله عليها. مامته علمته إن الأسود بتاكل اللحوم زي الغزالة والحمار الوحشي والبقرة، وإن الصبر مهم جدا قبل أي صيد. عدت الأيام وكبر الشبل ليو بقى أسد كبير، ووصل وزنه ل190 كيلو. بس برغم قوته ليو اتعلم حاجة مهمة جدا، إن القوة مش بس في الشكل، القوة كمان في الصبر، وإنك تتعلم من غلطك، وإنك تسمع كلام مامتك اللي بتحبك وكمان باباك. وعارفين كمان الأسد ليه سموه بملك الغابة؟ مش لأنه بس عايش في الغابة، لكن لأنه شجاع جدا وقوي لدرجة إن زئيره ممكن يتسمع من مسافة بعيدة جدا. وكمان كل الحيوانات بتهابه وتحترمه، ومن ساعتها بقى ملك حقيقي، مش بس في الغابة لكن كمان ملك جوه نفسه. انت كمان تقدر تبقى قوي لما تصبر وتحاول وما تستسلمش. باي باي.